منحة المرأة الماكثة بالبيت 2023 في الجزائر وجديدها. حاولت باش نجمع بعض المعلومات حول هذا العنوان. الكثير من النساء الجزائريات يبحثن عن الملف الخاص بالمنحة، منحة المرأة الماكثة في البيت. تعتبر هذه المنحة دعم من الحكومة الجزائرية للنساء في الجزائر. هذه المنحة أكيد عندها شروط محددة يجب أن تستوفيها المرأة الراغبة في الحصول على هذه المنحة. تعد هذه المنحة صادرة من الحكومة الجزائرية للنساء. هذا الموضوع أثار الكثير من الجدل، كثير من الكلام، أثيرت بعض الأخبار من قبل البعض وخاصة النساء على وسائل التواصل الاجتماعي. أثيرت هذه بعض الأخبار المضللة والغير صحيحة بالنسبة لرفع هذه المنحة إلى 800,000. لكن كما يقولوا الكبار ما كانش دخان بلا نار. كانوا يتكلموا على منحة البطالة، منحة البطالة مليون 800 1200 1500 2 ملايين، حتى ظهرت بالفعل وطلعوها بعد ما داروها في البداية 1,200,000 طلعوها 1,500,000. هذه المنحة إن شاء الله أيضا يطلعوها كما راهم قالوا من 80,000 حتى 800,000، وتصبح المرأة الماكثة في البيت واللي راها الراجل نتاعها خدام تستفيد منها. إن شاء الله يثبت ذلك الخبر. الكثير من النساء يبحثن عن الملف أو الشروط المتوفرة أو اللازمة لاستفادة من هذه المنحة. أهداوه لزيد ونسموه بوزيد. أهداو لتكون كاينة ومن بعدها نتكلموا فيها. احنا عندنا في الجزائر المرأة اللي راها متزوجة وراجلها خدام مسوري في لاسورونس عند الدولة يعطوه 80,000، يعطوه 80,000 سنتيم اللي هي 800 دينار جزائري. لحد الآن لم تصدر أي مراسيم تنظيمية بهذا الشأن، بهذا المنحة اللي راهم يتكلموا عليها واللي راه تداول أو انتشرت أخبارها وتداولت على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير، والنساء ديما راهم يسقسوا عليها. في الجزائر مازال لحد الآن لم تصدر قلنا أي مراسيم تنظيمية بشأن رفع هذه المنحة لحد الآن، فلا وجود لشروط جديدة سوى القديمة التي هي سارية المفعول منذ التسعينيات، أن يلزم يكون المرأة قلنا متزوجة والزوج نتاعها يكون مسوري عنده لاسورونس، موظف في القطاع الحكومي أو في القطاع الخاص في المؤسسات الخاصة. أيضا يعطوهم 80,000 تاع المرأة مادينها لهم. لحد الآن قلنا ما كان حتى جديد، ما كان لا رفع ولا خفض، مازال 80,000 مازلنا نخلصوا عليها 80,000 لحد الآن. أيتها المشاهدة الكريمة نرجو منك ترك لنا رأيك حول هذه الإشاعات المضللة والمغلطة اللي راها تداولتها وسائل التواصل الاجتماعي. مجرد إشاعات وهمية، والخبر الرسمي هو كل ما تصدره الدولة والقائمين على شؤون البلاد والتي تصدر في الجرائد الرسمية والقنوات الرسمية. عزيزي المشاهد ندعوك إلى الاشتراك في القناة والتفاعل مع الفيديو بالإعجاب. لا تنسوا عمل الإعجاب بالفيديو تشجيع لنا نستمر بنشر المزيد إن شاء الله. منحة المرأة المتواجدة في المنزل أو المرأة الماكثة في البيت بدون عمل، هذه المنحة تقدمها وزارة العمل بدولة الجزائر، بالدولة نتاعنا.